السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. هنعمل مع بعض طاجن البطاطس بالكبد والقوانص. طريقة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا جدا، وموفرة جدا يعني إلى حد ما اقتصادية. طيب، قبل ما ندخل بقى على الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. أنا عندي هنا كبد وقوانص، أنا كنت محوشاها، كل مثلًا أجيب فرخة أو فرختين باشيل الكبد والقوانص بتاعتها. لو أنتِ عندِك برضك محوشة كبد وقوانص أو ما عندكيش، اشتري نُص كيلو، كيلو، حتى لو كمية صغيرة خالص في الوصفة دي هترمي معاكِ كتير، يعني وصفة زي ما قُلت لِك فيها توفير يعني حلوة. طيب، جِبت بقى الكبد وقوانص غسلتها كويس جدًا، جدًا بليمون طبعًا وملح ودقيق، وشطفتها كويس وبقت زي الفل معايا. هاصفّيها بقى كويس وأقطّعها إيه قطع يعني كبيرة شوية، يعني كل الكبد والقوانص على 4 مثلًا قطع. وهاجيب بقى معايا 3 بصلات أو بصلتين كبار، هاشوّحهم في معلقة سمنة، وهانزل بالقوانص الأول. بعد ما شوّحت البصل تشويحة بسيطة جدًا، هانزل بالقوانص الأول، تمام، وهاشوّحها مع البصل وهاسيبها إيه، هاغطّيها وأسيبها لحد ما تدخل في السِوَى. تمام، القوانص بقى تدخل معايا في السِوَى، هانزل على طول بالكبد. وبعد ما أنزل بالكبد طبعًا الطاسة عندي هتكون سخنة جدًا، هاشوّح الكبدة وبعد كده أخلطها مع البصل يعني. وبعد كده بقى هانزل بقى بالفلفل اللي هو الرومي والحامي، اللي ما بيحبش الحامي براحته يعني، بس طبعًا الكبدة معروفة بتحب الفلفل الحامي. دي اللي ما بيحبش طبعًا الشطة، دي بتبقى أذواق يعني. بس كده، نزلنا بقى بمعلقة صغيرة توم مفروم، تمام، وبعد كده هانزل بعصير طماطم. قبل بقى ما أضيف عصير الطماطم هننزل بالتوابل. هانزل بقى بفلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة، تمام، بس. وهانزل بمعلقة بهارات، أي بهارات بقى أنتِ بتحبيها في طعم الأكل يعني ضيفيها، سواء سبع بهارات أو توابل أنتِ عاملاها على إيديكِ، يعني البهارات اللي أنتِ بتحبيها ضيفيها في الوصفة دي، أو بهارات لحمة، هنضيف معلقة صغيرة. هانزل بقى بعد البهارات هانزل بالبطاطس، وهاشوّح البطاطس مع الكبد والقوانص والبصل والتوابل الحلوة دي، تشويحة كده بسيطة يعني. وبعد كده هانزل بعصير طماطم. بعد بقى ما نزلت بعصير الطماطم هاضيف نُص كوباية مَيّة مغلية، تمام، وهاسيبها بقى يعني تاخد كده وتدّي مع بعضيهم لمدة مثلًا 5 دقايق كده. طبعًا هنا عندي البطاطس والكبد والحاجات دي كلّها خلاص داخلة على سِوَى. هادخّلها بقى، أضيفها طبعًا في طواجن أو طاجن براحتك يعني، وأدخّلها الفرن لمدة تِلت ساعة، تطلع معايا رهيبة، حرفيًا طعمها حلو أوي، أوي. بحبّة كبد وقوانص قليلين جدًا هتعملي أحلى غدواية بجد وهتشبعي أنتِ وأولادِك، ووصفة سهلة جدًا وموفّرة وحلوة واقتصادية. شوية شيبسي بقى، شوية رُز، شوية مكرونة. أول بقى ما أطلّع الطواجن أعصُر عصير ليمون على على الطواجن، بتدّي طعم حلو أوي ليها، تمام، الخطوة دي حلوة يعني. بس كده، اللي وصل لحد هنا بقى لايك كده من إيديه الحلوة واشتراك في القناة للي ما اشتركش. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة، سلام عليكم.